معلومات وأسرار تكشف لأول مرة عن الأميرة سلمى بنت ملك الأردن عبد الله الثاني. سلمى بنت عبد الله الثاني بن الحسين هي أميرة أردنية ابنة ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين من زوجته الملكة رانيا لعبد الله. الأميرة سلمى ولدت في 26 من سبتمبر لسنة 2000. هي الابنة الثانية للملك عبد الله الثاني. أشقاؤها ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة هاشمة. تلقت تعليمها الثانوي في مدرسة الأكاديمية الدولية في عمان. تخرجت سنة 2018. حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة. التحقت بأكاديمية ساندهرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة. تخرجت في 4 من تشرين الثاني لسنة 2018، وذلك بعد أن أكملت دورة عسكرية تدريبية قصيرة في 8 من يناير لسنة 2020. الملك عبد الله الثاني قلد الأميرة سلمى جناح الطيران في مراسم أقيمت في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية، وذلك بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليها وإتمانها ساعات الطيران الأكاديمي والعملية، فكانت بذلك أول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسية كطيار على طائرات الجناح الثابتة. حضر مراسم التكريم كل من الملكة رانيا لعبد الله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وظهرت الأميرة سلمى بشكل رسمي في 9 من يونيو لسنة 2021 حين افتتحت مركز تدريب المرأة العسكرية في منطقة الغباوي في محافظة الزرقاء، والذي أنشئ بالتعاون ما بين القوات المسلحة الأردنية وحلف شمال الأطلسي.